الجامعه يمكن له يتعرض على القضاء والبطلان ديالو. فالقانون الاساسي شنو تيقول؟ ان كل عضو يقدم واحد الطلب ديال الانخراط يتم منخرط جديد يصادق عليه الجامعه من بعد عام كيكون عنده حق التصويت. هذا عضو جديد جاك قدم لك الطلب، المكتب لظروف موضوعيه ولا ذاتيه ديالو هو وخطا منه ما دارش الجامعه، هذاك السيد ما استفادش من واحد الحق كان عنده. علاش غنضيعوه؟ ثانيا خصني نفرق ما بين واحد السيد ضيعت له انا حقه، ما بين واحد السيد عاد جا البارح ما نقدرش نسوي معاه. هذا السيد واخا انا ما درتش جامعه ولكن ما ضريتوش وعاد جا البارح يستنى يدوز الجامعه. انا في نظري هذا هو الاتجاه الصحيح. نفرقوا في النقطه جدول الاعمال، كاين اعضاء اللي انخرطوا قبل وتضرروا بسبب عدم قيام الجامعه، وكاين اعضاء اللي عاد التحقوا مؤخرا هذوك سيستناو الجامعه والانتخابات وكذا وعاد يوزوا في النقطه جدول الاعمال مصادقه عليه. نقطه اخرى سي الجدعوني ومشكورا عليه، الاستقاله ديالنا كاينه سياسيا وكنقول لكم التزام. دابا انا كنت جيتكم بالتاريخ الجامعه محدد وكان منتظر من البارح من اليوم كنا اخترنا النهار باش نقدموا الاستقاله ديالنا، ما قدرناش نختاروا النهار بالضبط بالجامعه. اتفاق بين الاطراف، مناسبات، حتى الاستعداد واش كاين كاين اتفاق حول لائحه ما كاينش. فبالتالي انا ما غنحددوش النهار نقدروا نحددوا غدا نقدروا بعد، حنا خدامين فيه حتى باش نحددوا نهار الجامعه العام. نقطه مهمه جدا. انا نتمنى اننا عندنا واحد الحق الاخوان اذا بغاو الاعضاء المنخرطين يضحوا معنا ان ملي اختاروا الجامعه من قريب ننزلوا هذاك الحق ديال حتى 15 يوم ولا 20 يوم ولا شي 15 يوم ديال القانون. هذاك راه مهم. انا خصني في الاخير هذه الجامعه ما يمشيش للمحكمه فيما يتعلق بالاجل. الاجل يعني واحد الحق اي عضو منخرط يمكن له يمشي يطعن ويربح اذا ما احترمتيش الاجل. فتضحيه اعضاء المنخرطين تساعدوا معنا في هذه النقطه. علاش؟ والله كان كانت لائحه واجده، لا كانت لائحه واجده قسما بالله تنقول لكم انا بدي نصوت عليها وصافي نديروا جامعه دابا 10 ايام والناس الاعضاء كاملين يدخلوا ديك التصويت على ورقات الحضور على هذا واحد الاتفاق اللي قلنا الاتفاقيات اللي غنعملوا. انا بالنسبه للاستقاله كنجاوبك على الاستقاله ديالي لا كمكتب سي سعد ماشي ديالك بوحدك كمكتب. كمكتب ما يمكنش ندير استقاله دور تحت تاريخ الجامعه. هما كيمشيو مع بعضياتهم هاد الجوج، لان اذا دار استقاله وما كاينش جامعه المدرب مع من غيهضر؟ هذوك اللي في الاداره شكون غادي يهضر معاهم؟ ما كاينش اللي يهضر معاهم، ما عندناش ما عندنا والو. حنا اليوم غدا بعد نديروا انتظروا معنا هذا الاسبوع هذا. نتوما كذلك حنا عندنا هذه الخدمه الاحتياطيه الجامعه كنتربصوا فيكم باللوائح اللي عنده الله يرحم بابا اللي عنده غادي يترشح. كاين اعضاء في المكتب ندعوهم يكونوا معكم في الباساسيون وداك شي 4 5 كما كذا ونصفقوا هذه اللائحه. واذا كانوا جوج لوائح ما كانوش يجلسوا مع بعضياتهم ويخرجوا لائحه واحده مزيان لمصلحه الفرقه نعملوا وذاك الساعه حتى التاريخ نقرر هو على حسب النقطة السي محمد البنتي راه جاب النقطة اللي سقسيت عليها مهمة هي أن الوضعية المالية الإخوان لا يعقل نزلوا اللوائح السي جواد وحنا ما عارفينش الوضعية المالية للنادي محمد هذه بالفعل وما عارفينش أعضاء المكتب المسير وشكرا لهم ناظمين البار مرة أخرى شنو الوضعية المالية. واش داو الديون ديالو مالهم الخاص اللي كانوا كيدعموا به الفريق شحال باقي في المديونية. هي المشكل الوحيد باش يبانوا شي لائحة من هذه اللوائح اللي كاينين هنا كل شيء عنده الغموض. انا بالاجماع ما كاينش يقول لي شي واحد لا المخير هذا كيقول لك يا اخوان قالوا في ندوات صحفيه بان الفريق ما بقاش عنده ديون بزاف ولكن كتروج اخبار بان الفريق باقي عليه النتيج. عندنا واقيلا 1.5 مليار اللي عندنا النتيج. يعني هاد اللاعبين اللي غنفسخوا معاهم وغنجيبوا انتدابات اخرين خصنا 1 مليار يعني باقي شي حاجه ما مفهوماش. لهذا سيدي جواد الله يجازيك بخير كما عملتوا هذا الاجتماع يعني في اقرب اجل عطيونا الوضعيه الماليه حنا كبرلمان الفريق في اقرب الاجل باش يبان شنو غيبان. الوضعيه الماليه سي محمد اللي هو خلاه هو جمهور توضح بقات عامين. انا عملت واحد الندوه صحفيه في راسي درت واحد التقييم المرحلي
النقطه اللي قلت انت سي محمد راه مهمه جدا، ان الرئيس اللي خصو يجي لا يعقل انه غيجي بغينا خاص الفرقه يعرف راسو واش داخل. شوف انا النقطه هذه مثلا دابا هذه، هذه النقطه انا معاك. هذه النقطه سي محمد اذا